من قديم الأزل. أمن المنطقة دي مسؤوليتنا، ودي حقيقة بتتجدد كل يوم. ايه ده يا ابي؟ الكائن الناري الضخم ده بيطير ازاي؟ ده نسر مصر الحديدي الجديد، بس النسر ده أصله أقدم من ما تتخيل. ارجع معايا لبداية الجيش. يا إلهي، إيه ده اللي بيحصل ده؟ وصلنا! قبل أي حرب خارجية لازم نفهم أصلنا. مينا موحد القطرين سنة 3100 قبل الميلاد هو اللي عمل الجيش ده. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. ودلوقتي الرحلة مكملة وهنروح لمعركة. وطرد الهكسوس. مجد مصر بدأ هنا، كان لازم نرجع بلدنا منهم. أحمس الأول طرد الهكسوس سنة 1550 قبل الميلاد. المعركة دي هي اللي وحدت الجيش وخلته جيش قوي ومحترف. شايف يا نفر كارع؟ قوة الجيش مش بس في العدد، دي في التخطيط، والنسر ده اللي عمره ما اتكسر. يا سلام على التنظيم ده، دول فرقتين بس. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. ودلوقتي الرحلة مكملة وهنروح لمعركة. معركة مجدو. المعركة دي حصلت في مجدو سنة 1457 قبل الميلاد. قائد الجيش المصري كان جدي العظيم تحتمس الثالث. العدو كان التحالف الكنعاني. رمسيس كان عبقري، لكن تحتمس الثالث كان سيد التكتيكات اللي فاجأت العدو بالمرور من أضيق ممر. العدو اتهزم بسرعة. بعد مجده الإمبراطورية كبرت وبقت قوية جدا. القائد ده كان عبقري حقيقي، مفيش قائد عرف ينتصر زي انتصاره ده في الوقت ده. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. ودلوقتي الرحلة مكملة وهنروح لمعركة. قادش. دي معركة قادش سنة 1274 قبل الميلاد. قائدنا كان رمسيس الثاني، وقائد العدو كان ملك الحيثيين. دي كانت أول ملحمة عسكرية متسجلة لينا. هنا رمينا كل حاجة ورا ظهرنا. رمسيس الثاني قاد القلب بنفسه ضد الهجوم. العربات بتاعتنا لفت عليهم وخليناهم يندموا. معركة قادش فرقت في تاريخنا كله. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. ودلوقتي الرحلة مكملة وهنروح لمعركة الفتح الإسلامي. المصريين القدماء هين. جه قائد عظيم اسمه عمرو بن العاص سنة 641 ميلادية، دخل مصر. القوة اتغيرت. والعدو وقتها كان الرومان البيزنطيين، لكن جيش مصر فضل هو بيحمي البلد. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. ودلوقتي الرحلة مكملة وهنروح لمعركة معركة حطين. المعركة دي حصلت في حطين سنة 1187 ميلادية. القائد كان صلاح الدين الأيوبي. العدو بتاعنا كان الصليبيين. صلاح الدين كان المعركة دي صلاح الدين كان ذكي جدا، تعبهم بالعطش والحرارة قبل ما يواجههم، وده اللي بيعمله القائد العظيم. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. ودلوقتي الرحلة مكملة وهنروح لمعركة. معركة عين جالوت. دي عين جالوت سنة 1260 ميلادية. القادة هنا كانوا قوطز وبيبرس، والعدو هو التتار. الجيش ده وقف الخطر اللي كان بيهدد العالم كله. لولاهم ما كانش هيبقى فيه أي حضارة في المنطقة دي دلوقتي. الجيش هنا اتولد من جديد. محمد علي باشا سنة 1820 جاب مدربين من أوروبا عشان يعمل جيش نظامي، والعشان كده سابنا التكتيكات القديمة ولبسنا ازاي الجديد. دي كانت نقطة تحول الجيش، إنه يبقى جيش حديث فعلا. وبعد سنين طويلة الجيش ده رجع قوته في أكتوبر 1973. السر كان في المفاجأة والتخطيط. قدروا يكسروا خط بارليف اللي قالوا عليه مستحيل ويعدوا القناة. ده إثبات إن إرادة المصريين ما تتكسرش أبداً. شفنا كل حاجة، من مينا لرمسيس لصلاح الدين لأكتوبر. ده مش جيش عادي، ده إرث. عشان كده جيش مصر النهاردة هو الحصن الحصين اللي بيحمي الأمن والاستقرار بتاع المنطقة العربية كلها.